السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا فيديو اليوم، ومرحبا بكم مجددا على قناتي مطبخ سارة. واليوم جيت نشارك معكم هاد الكيكه، وهي من الكيكات المفضله عندي، كيكه البرتقال والكوك. كتجي رائعه منعشه بمذاق خيالي والصلصه اللي كتواتى معها. فبلا ما نطول عليكم خليكم معايا من الاول حتى الاخير نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركة الله. المكونات غنحتاجو 4 البيضات، كأس من سكر سنيده، كأس مع مرش زيت نباتيه، كاس ديال اللبن، كاس ديال الليمون، وجوج معالق كبار من الكوك، وجوج اكياس من خميره الحلويات، كيس فاني، وقبصه ديال الملح. غنخليكم كذلك مكونات مكتوبه في صندوق الوصف. صافي هنا في اناء وضعت اولا 4 البيضات، من الافضل يكونوا بحراره المطبخ، وكأس من سكر سنيده، وقبصه ديال الملح. ملاحظه هنايا كان عندي البيض صغير بزاف فدرت 5، وساشي فاني، وكنطرب الكل جيدا بضرب كهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. وملي كيبيض الخليط على هذا الشكل هذا كنضيف كأس مع مرش من زيت نباتيه تدريجيا، وغنضيف كذلك كأس ديال اللبن اللي تقدروا تعوضوه بكاس ديال الحليب اولا دانون فاني اللي متوفر عندكم. الصراحه اللبن كيخلي الكيكه تجي هشيشه بزاف، وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. صافي كنضيف كذلك كأس ديال البرتقال وجوج معالق من الكوك، وكنضيف الدقيق تدريجيا. انا هنايا الكيك دخلت فيه 2.5 كيسان من الدقيق. صافي وكنضيف كذلك 2 اكياس من خميره الحلويات، ومعلقه كبيره ديال الخل. هنايا كاضافه كان عندي اللوز مهرمش ومحمر، صافي ضفت واحد المعلقه كبيره، هذه اختياريه غير كان متوفر عندي. وهذا هو القوام ديال الكيك. كيف ما كتلاحظوا ما تقيش بزاف وما خفيفش بزاف. وفي مول اللي دهنته بالزبده مزيان كندير واحد المعلقه ديال اللوز مهرمش، وكنحاول هكا نغطي بها المول. اللي متوفر عندكم تقدروا ديروا كاوكاو اولا اللوز اولا لوز ايفيلي، كيخلي الشكل ديالها يجي زوين. كنصب الخليط مباشره في المول وكندخلها الفرن اللي سخنته من قبل على درجه 180 من الاسفل حتى كطيب وتنفخ. عاد كنشعل ليها من الفوق تحمر. وهنا من بعد ما خرجتها من الفرن كيف ما كتلاحظوا درت عود ديال الاسنان باش نتاكد انها طايبه من الداخل. انا هنايا قلبتها مباشره معكم، فمن الاحسن تخليوها تبرد باش هكذا ديموليوها بكل سهوله. كنخلي الكيك يبرد جانبا وندوز باش نوجد الصلصه. في اناء وضعت كاس ديال الليمون اولا البرتقال، وكنضيف معلقه كبيره من النشا اولا كريم باتيسير اللي متوفر عندكم، وجوج معالق من سكر سنيده، وكنوضع الكل على نار حتى كيتقال الخليط. كنخلي الصلصه تبرد شويه باش هكذا منين نوضعها على الكيك ما تسيحش معايا بزاف. صافي كنخليها تبرد واحد شويه، وكنضيف معلقه صغيره ديال الزبده وكنحرك مزيان. عاد كنبدا نوزعها على الكيك بهذا الشكل هذا. هاد الصلصه كتجي لذيذه بزاف، غير اكتفيو بمعلقه كبيره من النشا، ما تكثروش النشا باش تجيكم الصلصه كريميه بهذا الشكل هذا. وخليوها تبرد، ما ديروهاش مباشره فوق الكيك باش هكذا ما تسيحش معكم عفوا وتهبط كلها لتحت. صافي هنا التزيين كيبقى اختياري. انا رشيتها بشويه ديال الكوك ودرت حبات من الفرامبواز، وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. هنا كنا مشينا عند الصديقه ديال الام ديالي، قلتها ضروري ما تقطعيها نشاركها مع المتابعين كيفاش كتجي من الداخل. صدقوني كتجي لذيذه بزاف وهشيشه وطالعه. كنتمنى تجربوها، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم كيف العاده ما تنسونيش من دعمكم ولايكاتكم. وبصحه وراحه الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.